انا عارفه ان في بعض الناس اللي عقاراتهم قايله للسقوط بيقدموا على المنصه. محدش يقدر يغلطكم، يعني فكره المنصه دي انت عندك حريه التعامل معاها، لكن لو انت شخص مستقر قاعد في شقتك وشقتك كويسه وانت صارف عليها، ايه اللي يخليك تروح تصرف في مكان تاني؟ هي دي الفكره، لان المنصه هو الهدف منها جمع بيانات الناس، لان حتى السيده المسؤوله عن الخاص بالمنصه قالت لك احنا لسه هنجمع بيانات وبناء عليها هنشوف الناس تستحق والناس اللي ما تستحقش. بس طبعا احنا عندنا رغبه ان احنا يعني نسرع من هذا الموضوع عشان نقدر نطلع بالاحصائيات، الناس موجوده فين، اماكنها ايه، مواصفات الوحدات بتاعتها ايه في اي مناطق، عشان نقدر نبدا التخطيط لبناء الوحدات في المحافظات المطلوبه. بتقدم على وحده بديله عشان تتيح لنا نخطط ونعمل الوحده البديله اللي تتناسب معاك. لسه هيجمعوا بيانات، واحد يجمعوا بيانات، اتنين يقيموا حضرتك تستحق او ما تستحقش، تلاتة يبداوا يشوفوا بقى يتعاملوا مع البنوك ويقولوا لهم احنا عايزين بقى نبني 50 وحده، نبني 40 وحده على حسب الوحدات والمحافظات. هم بيقولوا ان هم هيدوا كل واحد في محافظته، انا بقول لكم مفيش ظهير صحراوي في كل محافظات مصر. اللي ساكن في القاهره هتجيبوا له وحده في القاهره، اللي ساكن في اسكندريه اكيد لازم الالتزام في نفس المحافظه طبعا. صدقوا بقى اللي انتوا تثقوا فيه، انا ما اقولكوش لا تصدقوني ولا تصدقوهم، انا بقول لكم هم قالوا كل واحد هياخد في محافظته. اوكي، انا بقول لكم زي كلام او بردد كلام المحافظين ان مفيش ظهير صحراوي في كل محافظات مصر. العدد اللي تقدم للمنصة 50,000، قال لك احنا فتحنا كول سنتر وفتحنا البريد ناس علشان تسهل عليك، في البريد بياخد منك اجر رمزي. وطبعا في برضو كول سنتر للرد على الاستفسارات. ممكن في الفترة القادمة كمان هنفتح من خلال مكاتب البريد انه اللي يعني مش عارف يعمل الاستمارة الكترونيا يقدر يروح لمكتب بريد يعمل له هذه الخدمة، يملى معاه الاستمارة. ممكن مكاتب البريد تقدم هذه الخدمة وهتبقى بحاجة رمزية. يعني السؤال بتاع البريد ده مدفوع الاجر، طب هم ليه ما عملوش الكول سنتر دي؟ عشان يعرفوا مشاكل المستأجرين كلهم، مش الناس اللي هتقدم على المنصة. يعني كنت تفتح الكول سنتر عشان تعرف مشاكل المستأجرين كلهم، وتعرف الناس اللي عندها معاش ضعيف، الناس اللي ما عندها التصنيف جائر، الناس اللي عندها ايجار زيادة عن قدرتها وطاقتها المالية. ما عملتوش الكول سنتر ليه خاص بالموضوع ده تتعرف على مشاكل المستأجرين؟ او فاتحين كول سنتر يقول لك عشان نسهل المنصة. طب ما تفتح كول سنتر عشان تعرف مشاكل المستأجرين وتحلها، يمكن تعرف تلاقي حل، ولا حضرتك مش عايز تحلها؟ انا بقى هسأل حضرتك سؤال، هو احنا رايحين فين؟ يعني الخطوات اللي الناس بتعملها هل دي كافية عشان توقف بعض المواد وتعدل بعض المواد، ولا المفروض الناس تضغط بطريقة أخرى؟ بشكل قانوني احنا ماشيين بشكل قانوني صح. عدد الطعون اللي متقدمة غير متماشية مع عدد المستأجرين، صح فعلا، بس ده لضيق ذات اليد للمستأجرين. انا بيجيلي كمية كومنتات احنا ما نقدرش نجيب محامي، رغم ان انا اعرف محامين يعني بياخدوا في محامين كتير على الرحب والسعة تعمل ده. برضو المستأجرين ما عندهمش من الطاقة ان هم يجيبوا محامي ويتابعوا مع محامي وياخدوا مواصلات لحد المحكمة، ما عندهمش الطاقة دي، وعدد كبير فوق ما احنا نتخيل. يعني الكومنتات اللي بتقول احنا رافعين طعون، ما عايزة اقولك اضعاف مضاعفة منهم بيجوا يقولوا احنا معناش فلوس نرفع قضية عشان معناش فلوس المحامي. دي جزئية للضغط مش متحققة، ايوه، علشان ما هي الناس ما عندهاش. حاجة التانية هتضغطي بشكل تاني او راكي في اطار اخر. انت لسه ما طلعلكيش احكام، فما عندكيش دافع ان انت تتحركي في اتجاه تاني. طلع لك حكم وانت شفتي ان الحكم ده مثلا مسيس، تعالي نتكلم بشكل صريح، لو انت شفتي ان في حكم مسيس فانت ساعتها هيبقى عندك دافع داخلي تتحركي في اطار اخر. لكن انت ما خدتيش احكام، ما طلعلكيش احكام، انت ماشيه كده في الاطار المتاح.